صباح الفل على الجميع. دلوقتي بخصوص سد النهضة وزيادة منسوب نهر النيل والفيضانات اللي بتحصل في السودان، وإن الحمد لله إن مصر تستفيد من الفيضانات والسيول والزيادة الطبيعية والإجبارية اللي بتحتم على أثيوبيا إنها تفتح البوابات، لأنها لو ما فتحتش البوابات السد بتاعها هينهار. ولكن وانا واثق تماما ان مصر عامله احتياطاتها، مظبطه دنيتها، مش من النهارده ومش من امبارح ومش من السنه اللي فاتت ولا من 4 سنين حتى. لا، مصر اديلها اكتر من 10 سنين بتنفذ مشروعات كبيره جدا وعملاقه جدا لاستيعاب اي زياده او اي كارثه ممكن تحصل، حتى لو اثيوبيا فتحت كل بوابات سد النهضة. مصر عاملة استعدادات كاملة ومجهزة الصحراء والمشروعات الجديدة كلها عشان تستوعب الزيادة اللي حاصلة او اللي ممكن تحصل لو اثيوبيا فتحت كل البوابات، وده عن ثقة. لكن هسأل سؤال بسيط، مع اني عارف الرد، كان الرد رسمي: هل لو حصل جفاف ما كانش فيه سيول ودخلنا في مرحلة الجفاف، لما منسوب نهر النيل يقل، هل ممكن البحر المتوسط يحل محله؟ احنا عارفين طبعا لما يبقى فيه حتة، يعني لو ما يبقى فيه مستوى المية زيادة عن مستوى حتة تانية، المية الزيادة دي بتروح للحتة الناقصة. لما المنسوب بتاع النيل يقل، انا مش ما افهمش في الكلام ده، فانا عايز اجابة. لما منسوب نهر النيل يقل عن مستواه الطبيعي بصورة كبيرة، هل ممكن البحر المتوسط يحل محله؟ هل ممكن مياه البحر المتوسط تحل محل نهر النيل وكده نهر النيل ينتهي؟ هو مش هيحصل، لان الرد السياسي والرد الرسمي من الرئيس السيسي قالك محدش يقدر ياخد نقطة مية من مصر. لكن ده سؤال بسيط كده عايزين نتناقش فيه: هل ممكن البحر المتوسط لو حصل جفاف في نهر النيل او منسوبه قل يحل محل نهر النيل، ولا ده لا يمكن يحصل؟